تعالى يا صديقي معايا النهارده في رحلة جوية، بس مش أي رحلة، دي رحلة طيارة مخطوفة. تخيل إنك تكون مسافر تغير لك جو يومين وفجأة تكتشف إن معاك مجرم شيوعي وبيجبر الطيار إنه يتحرك لكوريا الشمالية اللي معروفة بالشيوعيين. بس لحسن الحظ هيكون معاك مساعد طيار مستعد يفدي بروحه عشان الركاب، ولكن في نفس الوقت المجرم بيكون دارس خطته كويس جدا. فتفتكر يا صديقي الرحلة هتخلص على إيه؟ ده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده، فيلا بينا أو مش يلا بينا أوي كده. اعمل لايك يا صديقي واشترك في القناة لأن الحاجات دي بتدعم الفيديو إنه يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وكمان بيساعد إن الفيديو اللي بنعمله يوصل لك أول واحد. عامة يلا بينا المرة دي بجد. بيبدأ فيلمنا في سنة 1969 واحنا بنشوف القائد الطيار تاي وهو في جولة تدريبية مع دونغ المساعد بتاعه. لحد هنا يا صديقي والدنيا حلوة، بس فجأة بتيجي تعليمات لتاي إن طيارة واي اس مخطوفة من الشيوعيين ومتجهة ناحية كوريا الشمالية، والتعليمات بتقول إن لازم تاي يضرب النار على محرك الطيارة المخطوفة عشان يعطلها. فتاي بيشوف مانيسو صاحبه واللي بيكون مساعد طيار وهو في الطيارة المخطوفة وبيبص له بنظرات كلها خوف، والحقيقة إن مينيسو متهدد من شخص الخاطف وبيقول له لو رجع بالطيارة هيقتله. وبيكون الخاطف عايز يتجه لكوريا الشمالية، وطيب يقرر انه مش هيضرب نار على المحرك خوفا على الركاب. وبالنسبة للطيارة المخطوفة فبتدخل كوريا الشمالية، وفي مكتب الرئيس بنشوفه وهو بيوبخ تاي انه ما مشيش ورا التعليمات وضرب نار على المحرك. وعشان كده الرئيس بيصدر قرار ان تاي هيتوقف عن العمل خالص ودونغ هيتوقف عن العمل لمدة شهر. ونروح يا صديقي لسجن غنغنانغ وبنشوف يونغ وهو خارج من السجن بعد ما قضى مدته. وخليك معايا بقى يا صديقي وركز لي على يونغ ده عشان كمان شوية هيفاجئنا كلنا. وبنعرف من نشرة الأخبار اللي على التلفزيون إن الشيوعيين هيرجعوا الركاب اللي كانوا على الطيارة المخطوفة، وعند تاي بيروح هو ومراته وابنه ليون مرات مينيسيو عشان يكون جنبها بعد خطف جوزها. وأول ما تاي ومراته بيوصلوا لبيت مينيسيو بيلاحظوا إن مكتوب على الباب إن مينيسيو خاين وشيوعي. فبيقرر تاي انه يدهن الكتابة الموجودة ويشيلها خالص لان مينيسيو براءته ظهرت وانه مش خاين. وبنشوف يون ومرات تاي وهم بيحضروا الاكل، وبعدها بيقعد تاي ياكل، وساعتها يون بتشكره على اهتمامه بيها. وبتيجي لحظة رجوع ركاب الطيارة المخطوفة وبيرجع 39 راكب وبيفضل 11 راكب ما رجعوش ومن ضمنهم مينيسيو، وبيكون في اهالي كتير مستنيين قرايبهم اللي كانوا مخطوفين ومن ضمنهم يون مرات مينيسيو ومعاها تاي ومراته. فتاي بيحاول يسأل هو ليه ال 11 راكب ما رجعوش، فواحد من الضباط بيقول له ان الشيوعيين ما رضوش يرجعوهم. وطبعا يون بتنهار هي واهالي العشر ركاب اللي ما رجعوش. وبعد سنه في مطار سكوتشو بنشوف تاي راجع للشغل بس بقى مساعد طيار وبيكون معاه قبطان الطياره. وهنا القبطان بيسأل تاي مش نفسك تقلع بالطياره تاني زي زمان؟ فتاي بيفرح وبيقول له هو ينفع يعمل كده فعلا؟ فالقبطان بيقول له خليها في الوقت المناسب. وبيمشي القبطان وساعتها طيب بيسمع الضابط اللي في الطياره بيكلم المضيفه اوك وبيقول لها ان معظم الطيارين مش بيحبوا تاي لانه ما نفذش تعليمات وكان سبب فيه ان طياره واي اس تتجه لكوريا الشماليه السنه اللي فاتت. فاوك بتقول له اكيد ليه اسبابه وبيكون تاي سامحهم وهو حزين. ونروح يا صديقي لصاله الانتظار وبيكون الركاب مستنيين ميعاد الطياره، وبنشوف يونغ وهو بيروح يقعد مع واحد من الركاب وبنعرف ان اسمه هان، وبيحاول يونغ يجر الكلام من هان بس هان ما بيتفاعلش معاه. وبيروح يقعد مع بنت بتعزم عليه بالشوكولاته. وعند القبطان اللي بيسأل تاي هو ليه ما رضاش يضرب نار على محرك ايام الطياره واي اس، فطاي بيقول له انه اتوتر خصوصا ان مينيسيو كان بيهز راسه. فساعتها طاي حس ان مينيسيو خايف على ارواح الركاب. وعند بوابه الصعود بيكون الركاب بيتسابوا مين اللي هيركب الطياره الاول عشان يلحق الكرسي. ويا صديقي زمان ما كانش فيه ارقام للكراسي، بمعنى ان الكرسي اللي تلحقه هو من نصيبك، عامله زي الاتوبيسات كده. وهنا اوك والظابط بيستعدوا لهجوم الركاب على الطياره، والبوابه بتفتح والركاب بياخدوها جري لحد الطياره، وبيبتدي الركاب انهم يقعدوا وبتحاول اوك تنظم الدنيا هي والظابط. وبعد شويه طيب يسمع صوت دوشه في الطياره فبيخرج يشوف في ايه، وبتكون في ست عجوزه معاها فرخه ومصممه انها تاخدها معاها. وفي نفس الوقت الركاب بيكونوا متضايقين وعايزين الطياره تطلع. فطيب بيتصرف بذكاء وبيقعد الست العجوزه جنب الشباك وبيتحمل المسؤوليه بنفسه. وبيبتدي القبطان وطاي انهم يطلعوا بالطياره، وبيكون اليوم الموافق 23 يناير 1971. المهم ان الركاب في منهم بيكون خايف واللي متوتر واللي مبسوط. وبيشوف الست العجوزة اللي بتكون فرختها باضت في الطيارة وهي بتدي يونغ بيضة وبتسأله هو ليه لوحده. فبيحكي لها انه كان مسافر ورجع لقى امه ماتت من الجوع وقرر انه يسافر لاخوه
وعند تاي والقبطان اللي بيكونوا بيتكلموا مع بعض، والقبطان بيفرح تاي وبيقول له انه هيخليه يهبط بالطياره النهارده لوحده. لكن فجاه يا صديقي يونغ بيقوم وبيفجر قنبله في قلب الطياره، وساعتها الطياره بتكون على وشك انها تتقلب، والقبطان بيتصاب في عينه، وبيحاول تاي انه يسيطر على الطياره ويتحكم فيها بداله عشان يرجعها توازنها تاني. وبيدخل يونغ لتاي وبيقول له يتجه للمحيط، فتاي بيقول له انه يخرج يطمن على الركاب الاول، لكن يونغ بيهدده وبيحط سكينه على رقبته. فالقبطان بيقول لتاي يروح يشوف الركاب وهو هيتحكم في الطياره، ويخرج تاي وبيحاول يسد الثقب اللي في الطياره، وبيروح لأوك وبيكون عايزها تاخد بالها من الركاب وتدور على المسدس اللي كان مع الضابط وتروح تجيب شبكه عشان يقفلوا الثقب. وبتروح أوك تجيب الشبكه وبترجع، ووقتها تاي بيسد الثقب وبيلاحظ ان في راكب بينزف، فبيقول لأوك تروح تجيب شنطه الاسعافات الاوليه. وعند القبطان اللي بيسأل يونغ هو هدفه من الخطف ده سياسي ولا عايز فلوس، فيونغ بيقول ان ملوش دعوه بالسياسه اصلا. ونرجع لتاي اللي بيكون بيعالج جرح الراكب هو وأوك، وفي واحد من الركاب اسمه بارك بتكون فلوسه طايره في كل حته في الطياره، فبيقوم عشان يلمها، بس بيدخل يونغ وبيضربه وبيهدد كل اللي في الطياره انهم لو ما نفذوش اوامره هيفجرهم. وبيفاجئهم بالمفاجاه الاكبر ان الطياره متجهه لكوريا الشماليه. ويا صديقي كوريا الشماليه في الوقت ده كانت كارثه، لانه كان وقت حرب، ومعروف ان كوريا الشماليه كلها شيوعيين في الوقت ده، وما كانش حد من كوريا الجنوبيه بيروح هناك. المهم ان القبطان بيتحاول يتواصل مع النجدة، وتاي بيرجع مكانه، بس يونغ بياخد باله وبيكسر السماعات وبيحذر القبطان وتاي انهم يخالفوا اوامره. فتاي بيهدده وبيقول له هيعمل اللي هو عايزه، وبينادي على اوكا عشان تعالج جرح القبطان. ووقتها القبطان بيسأل يونغ هو ليه مصمم يروح لكوريا الشمالية، فبنعرف ان يونغ عايز يروح يعيش مع اخوه، وان اخوه بطل قومي هناك بسبب انه خطف طيارة السنة اللي فاتت. وبيكمل يونغ وبيقول انه هياخد على خطف الطيارة دي 2 مليون دولار، ونروح لواحد من الركاب واللي بيكون اسمه جيل، وبنعرف انه كان شرطي سابق. فجيل بينادي على الراكب اللي قدامه وبيقول له انهم يتحدوا مع بعض ويهاجموا على يونغ، فالراكب بيخاف وما بيوافقش، بس الراكب اللي ورا جيل وهنسميه بالمساعد بيوافق، وبيتفقوا مع بعض ضد يونغ. وهنا يونغ بيلاحظ ان الضابط بدأ يفوق، فبيخلي بارك والمساعدة بتاعته يروحوا يكتفوه بالحبل. المهم ان الطيارة توازنها بيختل بسبب المطبات الهوائية، وفجأة جيل بيهجم على يونغ وبيحاول يموته، والمساعد مراته بتخاف عليه وبتمنعه، فبيفضل جيل في مواجهة يونغ لوحده، والاجواء في الطيارة بتتوتر اكتر والكل بيكون خايف ومرعوب. وهنا يونغ بيلاقي مسدس الضابط اللي كان واقع وبياخده وبيوجهه على راس جيل، وكان لسه هيقتله بس بيخرج تاي وبيقول له بلاش يأذي الركاب. فهنا يونغ بيتعصب وبيقول للركاب ينزلوا راسهم والتاي يركع، فتاي بيهديه وبيقول له انه فاضل وقت قليل ويوصلوا كوريا الشماليه. فيونغ بيهدى بس بيغرز السكينه في رجل جيل كعقاب ليه يعني، وبيرجع تاي لمكانه وبتروح اوك عشان تعالج جرح جيل. وساعتها تاي بيكسر بوصلة الطيارة علشان يخدع يونغ وما يعرفهمش هما فين بالظبط. والقبطان بيكلم الركاب وبيكون عاوزهم يقطعوا هواياتهم واي حاجه شخصيه تخصهم لانهم خلاص هيعبروا الحدود، وبيبتدوا الركاب ينفذوا الاوامر وكلهم في حاله ذعر وخوف. وهنا الضابط بيهمس له انها تفكه، ولسه هتروح تفكه بس يونغ كان لسه هيشوفهم، فبتعمل نفسها بتلم البطايق من الركاب. وهنا يونغ بيرجع للماضي وبيفتكر اما اتهجم عليه هو وامه ظابط ومتهمينه انه بيتواصل مع اخوه الشيوعي. فيونغ بينكر بس الظابط بيلاقي عنده مذكرات ورسائل تخص الشيوعيين، فبيضربوه وبيحبسوه وامه بتنهار من بعدها. وبعد ما يونغ قضى فتره في السجن ورجع اتفاجئ ان امه ماتت والدود بياكل في جسمها، فبيحرق جثتها وبيقرر ينتقم. وبيرجع يونغ للحاضر، وهنا الظابط بيطلب من الركاب ان اي حد يفكه، فالكل بيكون خايف الا الراجل المساعد بيروح وبيحاول يفكه، واوك بتحاول انها تداري عليهم عشان ما يتكشفوش. وبيروح يونغ لأوك وبيفكرها بتعمل حاجه من وراه، فتاي بيضرب جهاز الانذار علشان يشتت يونغ ويبعده عن اوك. وبيروح يونغ للقبطان وتاي، فالقبطان بيقول لتاي ينزل بالطياره دلوقتي، فيونغ بيضرب القبطان وبيفكروا انه بيخدعه، بس تاي بيقنعه انهم في كوريا الشماليه، لكن الحقيقه ان تاي بيضحك عليه. ويونغ بيتابع من الشباك، وفجأة بيفتح القنبلة وبيديها لهان وبيقول له يفضل ضاغط عليها لأنه لو سابها هتنفجر فيه. وطبعا مش محتاج اقول لكم حاله هان دلوقتي عامله ازاي. المهم ان يونغ بيحكي لهان ان زمان كان في مجموعه ولاد كبار رموا عليه ميه مغليه علشان هو من الشيوعيين، وبيقوم يونغ واخد هان من قفاه ومهدد تاي والقبطان بيه، وبيقول لهم لو ما طلعوش تاني بالطياره هيقتل هان والطياره هتنفجر بيهم كلهم. وبنعرف ان يونغ عرف انهم مش في كوريا الشماليه لانه شاف بحيره هو جيمبو، والبحيره دي مش في الشمال. وبيفضل يونغ يهدد تاي عشان يطلع تاني، وهان بيتحايل على تاي انه يسمع كلام يونغ علشان ما يموتش، وبيضطر تاي في الاخر يطلع تاني بالطياره، بس تاي مش بيسلم من يونغ اللي بيضربه بالطلقه في رجله عشان الخدعه. وبعد شويه يونغ بيتكلم مع تاي وبيقول له يسيبه من الركاب دول ويتفق معاه،
وساعتها اما يوصلوا كوريا الشماليه حياتهم هتكون احسن هما الاتنين. فتاي بيقول له انه هيعمل اي حاجه هو عايزها بس يخليه ينزل الركاب في اي مكان قبل ما يدخلوا كوريا الشماليه، لانهم لو دخلوا كوريا الشماليه هيتذلوا وهيتبدلوا. ولسه يونغ هيقتنع بس بيتفاجئ بالقوات الجويه حواليهم لانهم في منطقه الحظر الجوي. فهنا القبطان بيقول لتاي يشغل اللاسلكي وتردد الطوارئ، وساعتها تاي بياخد باله من دونغ اللي كان معاه وقت اختطاف طياره واي اس. وهنا القوات الجويه بتحذر القبطان وتاي من وجودهم في المنطقه دي وانهم لازم يرجعوا للجنوب، وبيضربوا نار كتحذير عشان يرجعوا. فالركاب في حاله رعب، وبيكون تاي في نفس الوقت خايف القوات يضربوا على المحرك. فبيتكلم اوك وبيقول لها تتابع الطياره من ورا وتبلغوا عشان يتفادوا الطلقات اللي القوات هتضربها على المحرك. وبيحاول تاي يمنع دونغ انهم يضربوا النار لان حاله الخطر المره دي غير المره اللي فاتت، بس دونج بيرفض لان كده هتقوم حرب، خصوصا ان فرقه المقاتلات الشماليه ممكن تواجههم دلوقتي. وبيحاول تاي يتفادى الطلقات من القوات الجويه الجنوبيه، فالقوات بيقولوا له ينزل على الشط، فتاي بيوافق بس يونغ بيهددهم انهم هيموتوهم وبيكونوا خلاص قربوا يوصلوا من الحدود. وبيفضل طي يحاول بكل وسعه يبعد عن القوات الجنوبيه بس هم عمالين يقولوا له بينزل وبيحذروه. فهنا القبطان بيقول لطاي انه يدمر الطياره على البر قبل عبور الحدود، على الاقل اهل الركاب يلاقوا جثثهم بعد موتهم. وساعتها يونغ بينهار وبيوجه المسدس على راس تاي وبيقول له ما ينزلش ويكمل لكوريا الشماليه لان خلاص فاضل ثواني ويوصلوا. فتاي بيفتكر منسيو وانه كان في نفس الموقف، وهنا تاي بيستجمع قوته وبيقول ليونغ اضرب لو تقدر. وفجاه تاي بيقلب الطياره وساعتها يونغ بيفقد توازنه وبيفضل تاي بيمرجح الطياره فوق وتحت عشان يضعف قوه يونغ. وهنا القوات الجويه الجنوبيه بتلاحظ ان الطياره رجعت تاني للجنوب فبيوقفوا ضرب نار، وبيقوم تاي وبيهجم على يونغ بكل قوته. وساعتها الراجل المساعد بيروح للظابط عشان يفكه، والقبطان بينادي على اوك عشان تروح له وتوجه له الطريق لان رؤيته مشوشه بسبب ضرب يونغ ليه. وبيستمر هجوم تاي ويونغ، وبيقدر يونغ انه يغرس السكينه في رجل تاي. وفجاه الظابط بيقوم وبيهدد يونغ انه هيضرب بالنار، فيونغ لسه هيهدده بالقنبله بس الظابط بيضرب بالنار في بطنه. وساعتها تاي بيقول ليونغ كفايه بقى لحد كده، ولسه يونغ هيقرب منه بس الظابط بيضربه الطلقه التانيه وبيموت يونغ اخيرا. بس القنبله بتقع من ايده وبتكون على وشك الانفجار، فتاي بيفادي نفسه بالقنبله وبتضرب فيه هو. والقبطان بيحاول هو واوكي يسيطروا على الطياره. المهم ان بيجي الظابط وبيطمن على تاي اللي بيكون عايش بس غرقان في دمه وفقد ايده، وبتيجي واحده من الركاب عشان تربط ايد تاي وتحاول تكتم الدم، والظابط بيديله مسكن وبيكون فاضل قنبله مع هان. فالظابط بيخلي الركاب يدوروا على الدبوس عشان يبطل بيها مفعولها، وبيلاقوها وبيبطلها، وبيكون القبطان بيتواصل مع القوات عشان ينزل بالطياره. وبعدها القبطان بينادي على تاي عشان يقعد على كرسيه ويكمل لان من غيره مش هيعرفوا ينزلوا. وبيكون في مشكله ان المحرك العجل بيتعطل، فتاي بيقترح عليهم المحرك اليدوي. وهنا كل الركاب بيتجمعوا مع بعض وبيربطوا حبل في المحرك اليدوي وبيشدوه، وفعلا بينجحوا وبيبداوا يا صديقي في الهبوط. والقبطان بيخلي تاي يبلغ الركاب بالتعليمات، وهنا تاي بيبلغهم انهم يربطوا احزمه الامان لانهم هيهبطوا هبوط اضطراري على الشاطئ، وبيعتذر لهم انه ما قدرش يوصلهم لبلدهم. وفجاه الوقود بيخلص وتاي بيكون خلاص على وشك فقدان الوعي، وبيرجع للماضي وبيفتكر لما كان سهران عشان قلقان على من يشوا ركاب الطياره واي اس. فمراته دخلت عليه وطمنته انهم اكيد بخير، وقالت له ان هي دايما هتكون كويسه ما دام هو معاها. وبيرجع تاي للحاضر وبيفوق وبيقرر انه ينزل على الشاطئ في وضع الانزلاق، وبيبداوا الهبوط وبينزلوا فعلا على الشاطئ، بس الطياره اجزاء منها بتتحطم نتيجه اصطدامها بالارض. المهم ان الطياره الضابط بيبدا يفوق الركاب اللي كانوا في فقدان وعي بسيط نتيجه صدمه الطياره بالشط، وبيبتدوا يا صديقي انهم يخرجوا من الطياره، وبيخرجوا كلهم وما بيبقاش غير القبطان وتاي. وتاي بيبص للركاب براحة رغم تعبه، بس بيكون مرتاح انه انقذ حياتهم، وبيكون الركاب مش مصدقين نفسهم انهم نجوا رغم كل اللي شافوه. وعند القبطان اللي بيهزر مع تاي وبيقول له انه اكتشف سر النجاح هو البصيرة مش البصر. وبتدخل عليهم اوك وبتلاحظ ان تاي فقد الوعي فبتحاول تصحيه، لكن الصدمة هي ان تاي مات بعد ما انقذ حياة الجميع. فاوك بتحزن جدا والقبطان ما بيكونش مصدق، بس بيحييه على مجهوده واللي عمله مع الركاب وانه ضحى بنفسه عشانهم. ونروح لمرات تاي اللي بنشوفها مكسورة وحزينة وعلامات الصدمة على وشها وهي في حضن يون بعد ما عرفت بخبر موت تاي. وبنشوف هنا صديقة الطيارة الحقيقية وهي على شاطئ شودو ولحظة تشييع جنازة الطيار البطل اللي أنقذ ركاب الطيارة. وبتكون فعلا دي قصة حقيقية كانت يوم 23 يناير سنة 1971. وبس كده، وبكده تكون نهاية فيلمنا، وأتمنى يكون عجبكم. وبس كده، سلام.